السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبايب قناة سالو لذيذ مع وفاء. انا اسمي وفاء ودي قناتي. اللي حابب يتابعني قناة لا سهلة ولذيذة وبتديكوا كل حاجة سهلة، حتى تنظيف الفراخ. الحاجات دي احنا قلنا نعملها معاكم النهاردة ونشوف الطريقة المثلى لتنظيف الفراخ من الزفارة. انا معايا هنا ليمونتين ودقيق وملح وخل. دول انا ما بعملهمش في الاول. اول حاجه بحط ميه وبشطف الفراخ بتاعتي كويس جدا بالميه العاديه. بعد كده بقلب الدقيق بالملح كده زي ما انتوا شفتوا، ودي دوره الملح بالدقيق. ببدا كده ادخل الدقيق في كل جوانب الفرخه من جوه ومن بره ومن كل حته فيها ما بين الفخاد بتاعتها كده، وببدا اقلب زي ما انتوا شايفين. اللي بيتفرج علينا بقى بيشاهدنا يصلي على سيدنا محمد كده، ويا ريت تبعتوا لي في الكومنتات اي حاجه انتوا حابين تعملوها وحابين اي طريقه لها كويسه. يعني شايفين حبيبي بشيل اي ريش فيها او اي حاجه، انا بجيبهم متنضفين كويس جدا، متشال منهم اللي هي طرف الاجنحه بتاعتهم واللي هي الزفره، وبشيل اي زفره فيهم خالص لو هي مش متشاله. وابدا كده بنزل بميه بعد ما عملتهم دعكتهم بالدقيق والملح، بسيبهم شويه في الدقيق والملح حوالي 10 دقايق. الليمون والخل دي دورة تانية خالص انا بعملها بعد ما بكون نضفت من اي زفارة واي حاجات لازقة جوه الفرخة. ببدأ كده بالشكل ده. لو عندك معلقة كربوناتو ممكن تحطيها عادي برضو، تدي زيادة نظافة وجمال للفرخة وتخليها زي الفل. بدأت كده نقعتهم شوية بالمية اللي هي بالدقيق والملح. ببدأ كده اصفي بقى بعدها بشوية، وببدأ اشطفها كويس تحت الحنفية في الحوض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحوض بتاعي نضيف، وابدأ طبعا اطلع الكبد والقوانص برضه تشيل منها اي حاجه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. وهبدا اعصر على الفراخ بقى الليمون بتاعي والخل، واسيبها برضه دوره شويه ان هي تنضف خالص، ما يبقاش فيها ريحه زفاره نهائي. دي لو الفرخه مقفوله معاكي، دي تنظيف الفرخه المقفوله. حابه ان انت تفتحيها وتنضفيها اكتر بتنضفيها، دي عشان انت حابه تشويها، حابه تسلقها بحالها كده، حابه تعملي فيها اي حاجه وهي سليمه. بدات كده نضفت الكبد والقوانص بتاعتي من اي بقايا فيها في الطبق الصغير اللي انتوا شايفينه ده. بشيل اي حاجه وهبدأ كده اسيبها بجنبي بليمون بخلي كده لحد ما هي تنضف شويه وتاخد يعني ايه، تشيل الزفره منها خالص الخل والليمون اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ اشيل بقى الحاجات اللي فيها اللي هي دي، وبعد كده طبعا هحط عليها ايه برضو خل وليمون تاني وانضفها. ما اسيبهاش في الليمون والخل كتير، انا بحط بس شويه ملح وشويه خل وليمون ان تفك الحاجات اللي هي اللزجه اللي فيها دي بس. بدأت كده شلت بقى كل اللي فيها بالشكل ده، وهبدأ افتح حتى القلب بتاعها واشيل اي بقايا تجمعات دمويه فيه زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الجميل ده. اي حاجه عندك حابه ان تنضفيها من الزفاره، سواء سمك سواء فراخ سواء كبد، اي حاجه هتبقى الطريقه دي برضو طريقه للكبد والقوانص جميله جدا لتنظيفها، وتبقى معاكي جميله وسهله جدا ما تكونش فيها زفره خالص. افضل اشطف فيها كده لحد ما تنزل منها اي حاجه، وهسيبها تتصفى خالص. وهبدا بقى لو هخزنها او افرزها في الفريزر هبدا افرزها. ما احب اطبخها على طول هطبخها عادي مفيش مشكله. بدات كده الفراخ بتاعتي بعد ما اتشطفت ونشفت كده معايا ببدا ايه اصفيها، اشطفها تاني واصفيها خلاص من ميه واسيبها ايه تصفى خالص. شايفين دوره الميه اللي هي الرايقه بتاعتها دي، مفيش اي حاجه فيها خالص، نضيفها زي الفل. دي الدوره اللي هي الاخيره فيها اللي هي الشطف، مرحله الشطف اللي هي من كل حاجه انا حطيتها فيها. دي الفرخه لو هي بقى حابه افتحها وحابه ان انا اعملها مشويه، اعملها اي حاجه عندي، حابه اوديها لحد يشويها لي، شايفين هفتح كده بالشكل ده. لو حابه اقطعها برضو هوريكم اقطعها ازاي. دي لو انا حابه اقطعها واعملها مثلا مسلوقه او حاجه، اما اقطعها كده وحابه اغسلها بعد ما اقطعها برضو بغسلها. بس هي طبعا كانت نطفت خالص، انا غسلتها من بين كل حاجه فيها، من جناحاتها وركها وكل حاجه، خليتها زي الفل. بدات كده هقطعها بقى واقطع كل دي طريقه خليها. هوريكي برضو طريقه الخلي بخلي ازاي. بشيل الاجنحه لوحدها بالشكل ده، حابه تقسميها على 8 قطع، حابه تقسميها على 4، حابه تقسميها على 16 قطعه بتبقى جميله معاكي برضو. دي فرخه حوالي 2 كيلو و400 ومعايا بالشكل ده. هبدأ بقى اخلي كل العظم اللي فيها، عايزه اعملها بانيه، عايزه اعملها قطع فيليه، هتعمليها اي حاجه معاكي هتبقى جميله جدا. خليت انا طبعا ما برميش العظم ده، بسيبه برضو بعمل عليه شوربه. والعظمه نفسها دي بطلع منها لحم برضو، ده بعمله شاورما، بعمله حشوه بيتزا، حشوه اي حاجه، بعمله كفته فراخ. الموزه دي بطلعها لوحدها كده، وابدا اقطع ده ستريبس.
حابه طريقه الستريبس، دي طريقه الستريبس جدا. هابدأ كده معاكم أقطّع كده كل الستريبس بتاعي. الفرخة عملت معايا ما شاء الله، الفرخة الواحدة عملت لي أكتر من نُص كيلو، ممكن كيلو إلا ربع ترمي معاكِ، وما شاء الله عملت لي كمية كويسة جدًا، ممكن يتعمل على أكلتين أو أكلة حسب ما أنتِ حابة. لو العدد كبير ممكن أكلة واحدة، لو عدد قليل أو في عدد أفراد مثلًا 4 ممكن نُصّهم بس في الوجبة الواحدة. والنُص التاني في وجبة تانية. بدأت كده خليت برضه بقية الصدر زي ما أنتم شايفين، وهاعمله برضه باشيل الموزة لوحدها كده بالشكل ده، وباخلّيها دي لوحدها، وبابدأ بقى أقطّع الستريبس بتاعي بالطول كده بالشكل ده، تقطيعة كده متوسطة جميلة، بتبقى معاكِ جميلة جدًا، وجرّبيها حلوة لو الفرخة نضّفتيها وخليتِ الصدر كده لوحده، تبدئي تعملي الستريبس بالطول كده بالشكل ده، بيطلع معاكِ ما شاء الله جميل، أحلى من ما أنتِ بتشتريه كمان جاهز من برّه. بدأت كده خلّصت كده الستريبس بتاعي، وهاقول لِك على الخطوة التانية أنا باعمل إيه. باطلّع من الفراخ كذا حاجة، وفي كذا إيه، في خطوات بسيطة جدًا هتكوني عملتِ كذا وجبة أكل. بدأت كده طبعًا العضم ده ما بارميهوش طبعًا زي ما أنا قُلت لكم، وفي نفس الوقت باطلّع منه برضه لحم معايا، باستخدمه مع شاورمة باعمله شاورمة فراخ، باعمله مثلًا كفتة، باعمله أي حاجة عندي، بيتزا، أي حاجات. ما بارميش أي حاجة من الفرخة، حتى العضم نفسه باعمله شوربة مع ملوخية، عايزة أعمل ملوخية مثلًا مش حابة أعمل فراخ معاها، باعمل حاجة تانية، فباخد الشوربة بتاعتها باستخدم العضم كده في الشوربة، وجميل طبعًا. والفرخة عندي كده خلاص بابدأ أخليها كلها، وباطلّع كل حاجة لوحدها زي ما أنتم شُفتوا. في المنظر ده بقى خلاص كده أنا خلّصت الستريبس بتاعي، وعندي طبعًا هاجيب لكم الفرخة اللي هي المجمدة، دول كانوا 3 فرخات، فرخة منهم جمدتها عشان أوريكم البانيه لو أنا مش عارفة أعمله في العادي أعمله إزاي وهو مجمد، بيبقى سهل جدًا لو هو مجمد. كل ده خلاص خلّصته، الفراخ برضه باطلّع من العضم كده الفراخ اللي بتبقى في الجنب بقايا الفراخ الصغيرة دي، ما باسيبش حاجة خالص في العضم إلا العضم بس باللحم بتاعه، أمّا اللحم الزيادة ده باشيله كلّه وباعمله باستخدمه برضه في حاجات تانية، زي ما أنا قُلت لِك في بيتزا، في كفتة، في كفتة فراخ، في ناجيتس، في أي حاجة هاعمله وهاوريكم برضه باعمله إزاي. الكمية اللي أنا هاطلّعها دي هتبقى كمية حلوة برضه وهتساعدني إن أنا أعمل بيها وجبة برضه. هتطلع معايا وجبة يعني وجبة تانية. بدأت كده جهّزت الستريبس في أطباق فويل كده بالشكل ده وهابدأ كده طلّعت الكبد والقوانص اللي أنا غسلتها والعضم برضه لوحده خليته والشاورما أو الفراخ المتقطعة القطع الصغننة، وهابدأ برضه الفرخة دي هاقطعها لكم، دي الفرخة اللي أنا هاعملها إيه، في فرخة طبعًا أنا مجمداها دلوقتي في الفريزر هاقول لِك هاعمل فيها إيه، ودي الفرخة اللي أنا المفروض هاشويها. طبعًا دي باجهّزها عندي وجبات كده، دي ممكن أعملها بعد يوم أو يومين، باسيبها في التلاجة بالتتبيلة بتاعتها، ولو عندي عزومة عايزة أعملها ما يكونش عندي مثلًا وقت وكده وعايزة أعملها أطلّعها على طول على الشوي، باطلّعها وباعملها في فرن البوتاجاز، وهاقول لِك برضه باشويها إزاي، هاعمل لكم فيديو برضه عن طريقة الشوي وهتعجبكم جدًا. بدأت كده من كل ناحية هاقطّع يعني هاشرّح فيها كده، المهم إن أنا أشرّح فيها عشان يدخل التتبيلة من كل إيه، لحم الفرخة من جوّه ومن تحت الجناح ومن تحت العضم، العضم بتاعته طبعًا باكسّره خالص، وباخلّي كده من عند الفخاد بتاعتها ومن عند العضم كلّه باكسّر كده بالسكينة لحد ما كل ده أنسجته بتتفتح معايا كلّها، وهابدأ أقول لِك التتبيلة هاوزّعها إزاي وإيه اللي أنا هاستخدمه في التتبيلة. أول حاجة أنا باستخدم طبعًا الليمون ده أساسي، وعندي إيه حوالي إيه معلقتين صلصة. ومعايا بابريكا، ملح، بهارات فراخ، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، فلفل أسود، كركم، ممكن توابل شوي باجيبها من عند العطار بتقولي أنا عايزة توابل شوي بيدّيكِ، بتجيبي بأي كمية أنتِ حاباها. هابدأ كده أنزل بكل البهارات والتوابل بتاعتي، وهانزل عليهم بمعلقتين الصلصة، ومعايا خل طبعًا ما ننساش الخل، باحط حوالي يعني 3 معالق من الخل كبار، وباعصر عليهم الليمون. وعندِك دلوقتي الخطوة التانية باحط معلقتين أو 3 زيت، وأبدأ أقلِّب كده التوابل بتاعتي بالزيت بالصلصة بكلّه، حابة تحطي في الخطوة دي زبادي برضه بتخلّيها juicy معاكِ وطرية، بتبقى جميلة جدًا، معلقتين زبادي بس كفاية أو 3. وهابدأ كده أوزّع كل الخلطة بتاعتي على إيه أو التتبيلة بتاعتي على عضم الفراخ كده من جوّه الأول، وأبدأ أنزل بقى على اللحم كده واسقي كده الفرخة بالشكل ده، وهاسيبها في التتبيلة، حابة تحطيها يوم كامل بتطلع معاكِ نتيجة أفضل،
حابة تحطيها ممكن يومين ما يجراش أي حاجة جدًا، بتبقى برضه جميلة وما بتاخدش سوا كتير في الفرن، ما بتاخدش حوالي نُص ساعة لو سِبتيها فترة كبيرة في التلاجة. باغطّي عليها طبعًا بكيس نايلون أو بغطا كويس، وباحطها في التلاجة كده وقت ما أنا أحب أعملها باعملها. جهّزت وجباتي بالشكل ده، لسه طبعًا بقية الوجبات، عندي فرخة المجمدة وعندي الوراك وعندي الأجنحة وعندي وجبات كتير ما شاء الله، طلّعت من الفرخة كذا وجبة. هابدأ كده أغطّي بقى بالأكياس، أنا ما عنديش stretch wrap فأنا هاعمله بالأكياس كده، فادخّلها في الأطباق الفويل أو الأطباق العادية بتاعتي، وهابدأ أدخّلها في الفريزر فوق بعضها كده، وأبقى عارفة الوجبات بتاعتي اللي أنا هاستخدمها. كبد والقوانص حابة بتكمّلي عليها لمّا بتجيبي فراخ تانية بتكمّلي، ما بتكمّليش ممكن تعمليها وتدخّليها مع مكرونة مع أي حاجة بتبقى جميلة برضه. بدأت كده خلّصت كده الكميات اللي أنا عملتها من الفرختين، ما شاء الله طلّعوا ييجي 7، 8 وجبات معايا ما شاء الله، حاجة جميلة جدًا. هابدأ بقى الفرخة المجمدة كده بدأت فيها، هاطلّع الموزة كده لوحدها، وأبدأ أقول لِك هي كده مجمدة في إيدي، أبدأ بقى بالسكينة، حاطة إيد وإيد بقى أقطّع بيها بالسكينة، ما شاء الله حاجة جميلة، شايفين؟ ما شاء الله البانيه ولا متقطّع ولا أي حاجة، طالع جميل جدًا، شرايح كده زي ما أنتم شايفين. أسهل حاجة تعملي بيها البانيه هي الطريقة دي، حابة تعمليها وهي كده وتتحكمي في إيدِك هتطلع معاكِ جميلة برضه، حابة تخلّي القطعة الأخيرة دي ستريبس قطعتين كده تخلّيها قطعتين، شايفين ما شاء الله طالع جميل أحلى من ما إحنا بنشتريه كمان، وبترمي معاكِ ما شاء الله كمية كويسة، يعني أنتِ ده الفرخة ال2 كيلو بتعمل لِك أكتر من نُص كيلو بانيه، نُص كيلو البانيه الكيلو البانيه النهارده عامل 240 جنيه، أنتِ هتعملي النُص كيلو ما شاء الله من فرخة وطلّعتِ منها كذا وجبة كمان. ما شاء الله دي الفراخ اللي طلعت معايا، ودي الوجبات كلها ما شاء الله شايفين، كبد والقوانص زوّدت عليها الكبد والقوانص التانية اللي أنا طلعتها من الفرخة التانية، وما شاء الله طلعوا معايا وجبات جميلة، وهتنفعِك فترة كبيرة، 3 فرخات ما شاء الله ممكن يكفّوكِ الشهر كله. بدأت جهّزت التوابل التانية اللي أنا هاتبّل بيها الستريبس، لو حابة تحطيه كده وتعينيه في الفريزر من غير ما تتبّليه ما فيش مشكلة، حابة تتبّليه وتعينيه متبّل أو تعمليه بالكريسبي بتاعه ما فيش مشكلة. تجيبي الكريسبي اللي هو عند العطار ده برضه وبتعمليه بيبقى جميل زي الناجتس وزي الستريبس اللي بنشتريه من برّه. بدأت عصرت ليمون، بابريكا، كركم، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، باحط خل عليهم وليمون وملح، وأبدأ كده أتبّل بقى التوابل بتاعتي. لو عندِك برضه مرق فورية ممكن تحطي بتدّيها طعم جميل برضه ونكهة حلوة. حابة تحطي معلقة صلصة برضه ممكن، بس أنا ما باحطش في الوصفة دي إلا البابريكا هي اللي بتدّيني اللون. بدأت كده خلّصت كده التتبيلة، هانزل بيها بالستريبس بتاعي وارجع أنا حبيت أورّيكم برضه أنا باعمله إزاي، وحابة برضه في وصفة تانية أعمل لِك برضه الكريسبي وتشوفيه وهو بيتقلي كمان، أنا عاملاه في فيديوهات قبل كده ممكن ترجعي له. بدأت كده خلاص كده بازوّد برضه شوية توابل شوية، حابة كده خلّصت كده الستريبس كلّه عملته بتتبيلة والبانيه، وهابدأ طبعًا أعينه على كده، حابة إن أنتِ تعمليه كريسبي ده طبعًا الكريسبي بتاعه، هابدأ برضه أورّيكم أنا هاعمل إيه عشان تشوفوا برضه بقية الخطوات. دي خطوات سهلة وبسيطة وهتسهّل عليكِ بعد كده إن أنتِ هتقدري تلاقي الحاجة جاهزة قدّامِك ما تقدري يعني في يوم أنتِ تعبانة أو يوم أنتِ مش قادرة تعملي حاجة هتلاقي كل حاجة جاهزة عندِك، هتطلّعي على طول على الأكل على طول على الطبيخ. بدأت كده خلاص خلّصت كده دي العضم اللي أنا طلّعته، وده الوراك وده الأجنحة وده الستريبس أهو. بدأت كده خلّصت كده الكمية بتاعتي كلّها، ورصيت كل حاجة أنا عملتها وريتها لِك في الفيديو، حابة تعملي جرّبي بنفسِك بلاش إن أنتِ أشوفكم على خير تعتمدي إن حبايبي أنتِ في تشتري وصفات حاجة من برّه كتير جاهزة. هتعجبكم إن شاء الله.